عارفة بقى اول ما بيكون عندي فلفل اخضر لازم اعملها واشيلها رمضان، لان بجد خطيرة يا جماعة. معلقة منها واحدة بس على اي حاجة بتخلي الاكل في حتة تانية. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول. ومعايا نص كيلو من الفلفل، غسلته ونضفته وابتديت ان انا اشيل الجزء كده القلب اللي فيه بالشكل ده كده، ودي اسهل طريقة علشان تشيلي بيها قلب الفلفل. بس كلنا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعلق حتى لو بتم عشان يوصل لنا كل حاجة جديدة انا بنزلها، عشان نبدأ بقى في وصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنا خلاص كده هخلص كل الكمية بنفس الشكل ده كده، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هنبتدي بقى ان احنا نقطعه بشكل عشوائي بقى مكعبات زي ما انت عايزة، قطعيه التقطيعة اللي انت عايزاها مش هتفرق خالص. خلص برضو كل الكمية بنفس الشكل ده كده، بس هسيبلك بقى تطبيق حلو قوي بجيب الافكار دي من عليه، هتلاقيه في اول كومنت تحت الفيديو، لان هو موفر جدا وبيشتغل التطبيق ده على ان انت تجيبي اكلات موفرة وتكون كمان حلوة، يعني اختلاف وحلو الاتنين مع بعض. فحملوه عندكم واستفادوا بيه اول مرة بنت، وبعد كده بيبقى موجود على جهازك على طول من غير نت خالص. هنا كده خلاص انا خلصت الفلفل، ولو عندك كمان قرنين بقى احمر معاه بيبقى خطير يا جماعة والله. بعد كده بقى هنجيب بقى الكبة، ننزل بيه الفلفل في قلبيها بالشكل ده كده. بعد كده كوباية من الثوم، طبعا ده نص كيلو، انا حطيت له كوباية من الثوم المفروم، وحطيت له معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر، وهضربهم بالشكل ده كده لحد ما ينعم معايا. شايفين انا بنزل كده من الجوانب وبرجع تاني اضربه لحد ما ينعم معايا، لان الكبه دي بتشيل كميه اكبر، فلازم كل شويه انزل الجوانب واكمل ضرب. لكن لو الكبه صغيره هتفرمهولك على طول من اول مره. بعد كده هنفضيه في علبه بالشكل ده كده. يا ريت بقى تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني، بتسعدني جدا كومنتاتكم، بحب ارد عليها واحد واحد. هنا بقى خلاص فضيته في العلبه كده، وحطيت له معلقه كبيره من الزيت من على الوش، دي كان ماده حافظه. اي اكل بتعمليه خدي منه معلقه، على البتنجان، على الطماطم المحدقه، على الخضار، خطير يا جماعه. خلطه المحشي بجد